السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز، ويلا بينا. تمام، يبقى انا هروح دلوقتي وابدا اللي استعد. والشياو بيقول في نفسه هو ماشي، واضح ان انا فعلا كويس جدا في المساومه والمفاوضات. وفي حد بيظهر من ورا وبيقول ولد عنده 15 سنه يقدر انه يخليك مشتت بالمنظر ده؟ انا خلاص يئست من الولد ده. وبيطلع اللي جه هو يو بيقول قول لي دلوقتي هو مين هيكون خصمه؟ احنا لسه منظمناش القتال لحد دلوقتي، بس هنجيب خصم تقريبا في نفس مستواه او اعلى بحاجات بسيطه. ده هو موهبه فريده جدا وقوته غير طبيعية. هو قدر اللي هو يهزم بنج هاي وهو في حالته الشيطانية، والولد ده لسه في عالم الليتشي. انا بجد محتار نقتله ولا لا. سيد احنا لو قتلناه فمش هنعرف اللي احنا نشرح الموضوع ده للزباين. انت معك حق، الشياو عليه رهانات عالية جدا من الزبائن. لو كان في حاجة اقل اهمية من فلوس الزباين كان زمان اللي احنا عملناهم بره من زمان. يعني انت عايز اللي احنا ندعم الشياو ولا ايه؟ ده معتمد عليه هو. خلي تشو هو اللي يقتله. انت كده عاوزنا اللي احنا نقتله، مش هيكون عنده اي فرصة. لو قدر اللي هو يكسب فهيكون من اقوى 10 تقريبا موجودين، وساعتها يستاهل ان احنا نستثمر فيه كل جهدنا. انت كده عايز حد زي لونج، بس دي موهبة نادرة جدا في الاكاديمية. انا لو ما عملتش كده فالتحكم في الاكاديمية هيكون شيء صعب جدا بالنسبة لي. انا دلوقتي واحد من الملوك الاربعة، بس واضح ان القائمة دلوقتي كلها هتتغير، وهضطر اتدخل عشان ابدل ما بين الناس. واضح كده لا اضطر استعين بتشونج. هو اصلا قائم من ساعة ما دخل الاكاديمية السنة اللي فاتت. هو قدر اللي هو يكون متدرب داخلي في النص الاول من السنة، وكان في بنت كمان قدرت اللي هي تكسب 7 دورات في السنة اللي فاتت، ولحد دلوقتي ما استخدمتش كل قوتها. الاتنين دول ممكن اللي هم يكونوا فعلا اساطير قادمة، وعشان اخد كورس الامبراطور فلازم اكون الاقوى في الاكاديمية. حاضر يا سيد، انا هنفذ اوامرك. والشياو بيكون قاعد وبيقول في ريحة حلوة جاية على هنا، ويون بتخش والشياو بيقول في نفسه هي بتعمل ايه هنا؟ وهي بتقول له انت امبارح اسأت العدد كبير جدا من الناس، ومع ذلك انت عملت انجاز كبير جدا. انا محتاج النقط، فما فيش مشكلة ان انا اعمل حاجة زي كده. اعتقد اللي هي هتكون فكرة انتحار كويسة، اللي انت بعد كل المشاكل دي ترجع لهنا تاني. انا محتاج اللي انا اجمع عدد كبير جدا من النقط واعمل ثروة، وعلشان كده لازم اللي انا خاطر بحياتي واجي لهنا. في الحالة دي لازم يكون حظك كويس جدا. وهي بتخرج وبتقول هي ايه الهالة القوية اللي خارجة منه دي؟ انا اصلا متعصبة قوي، اكيد الجمجمة دي ما فيهاش اي دماغ. هو ما قدرش يلاحظ اللي انا خايفة عليه؟ انا كنت قلقان عليه فعلا. انما لو مات دلوقتي أنا مش عاوز اللي هو يلومني علشان اللي جبته لهنا، علشان هو حاليا بقى في خطر. ولولا الثروة السريعة محدش كان زمانه جه لهنا وخاطر بحياته، ولا انا ولا هو. واضح ان احنا الاتنين زي بعض. وساعتها برميل التورش بيجي وبيقول يون، ويون ساعتها بتقول في نفسها ده توقيت وحش جدا، انا كان لازم اللي انا اقابله في شارع ضيق زي ده، هو قوي جدا. وهي بتيجي اللي هي تتحرك فهو بيقول لها اقفي عندك، والبنات اللي معاه بتروح وبتلف حواليها وبيقولوا لها احسن لك اللي انت تقفي مكانك، السيد عاوزك، السيد عاوزك. وهو بيقول لها انت عاوزه اللي انت تروحي لفين؟ اروح مطرح ما اروح، انت اصلا مالكش دعوه بيا. طب انت عارفة اللي انا هكون خصم الشاوي اللي جاي؟ وهي بتقول في نفسها خصم الشاوي الجاي هيكون برميل الترش ده. وهي بتقول له انا قلت لك قبل كده ان انا مش مهتمة بامر الشاوي ده، لو عايز اللي انت تقتله فاعمل اللي انت عاوزه. تمام، بس انا عارف اللي انت قلقانة قوي عليه. انا مش مهتمة. وهي بتكون ماشية وبتقول في نفسها خصم الشاوي هيكون برميل الترش ده، انا لازم اللي اروح اقول له بسرعة. وبتيجي اللي هي تتحرك، بس بيقول لها مش هسيبك اللي انت تروحي له، مالكش دعوة بيا. وبيهاجم عليها، انما هي بتقدر اللي هي تتفادى الهجمه بتاعته، وبتقول له ابعد عني، انا استحاله ان انا انضم لفرقتك، انا دلوقتي هوريك الجحيم. وبتهاجم عليه بسكينه، انما هو بيبدا اللي هو يضحك وبيقول عاوزة اللي انت تقتليني. وهي فجأة بتتثبت مكانها وبتقول هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا ليه مش قادر ان انا اتحرك من مكاني؟ مفيش حد ممكن اللي هو يهزمني، حتى الشيو بتاعك ده لو كان وصل لمنتصف اليانج ما كانش هيقدر اللي هو يهزمني. وانت برضه غبية اوي، كنت عاوزة اللي انت تقتليني وتروحي تحذريه. انما هي بترفع السكينة على رقبته، انما بالمية بتاعته دي بيبعد السكينة عنه وبيقول لها بنت غبية بتضيع العرض اللي انا بعرضه عليكي، وبيوقعها على الارض وبيكسر بيها الارض. انا عرضت عليكي كل حاجة علشان تنضم
انضم لفرقتي، وبيدوس عليها وبيكسر عظمها وبيقول لها انت بجد اغبى بنت انا شفتها في حياتي، لازم تكوني عارفة اللي انا اللي عاوزه دايما باخده، وانت عاملة ان انت مش مهتمة بالشاو، طب انا هقتله وهقعد اعذبهولك واقطع لك اطرافه واخليكي تتفرجي عليه وهو بيتألم وكل اطرافه بتتقطع من مكانها. وبيمشي وبيقول للبنات اللي معاه خدوها وعالجوها بسرعة، وهي بتبدأ تطلب منهم اللي هم يساعدوها، انما بتقول في نفسها هو انا بفكر في ايه، محدش هيساعدني في مكان زي ده. وبيغمى عليها وبنروح لساحة القتال، والمعلق بيقول انا حاسس بالحماس النهاردة، والناس بتقعد تقول احنا عايزين نشوف شياو النهاردة وهو بيموت، لازم اللي هو يموت واحنا نستعيد فلوسنا. دلوقتي خلونا ننادي على المقاتل الاول بتاعنا شياو، والناس بتفرح وبتقول اكيد المرة دي شياو هيموت، والناس بتقعد تقول تشي اقتله واحنا هنكافئك بفلوس كتيرة جدا، وواحد تاني بيقول اقتله وانا خلي عظمه شادموه ليك وساعتها هكافئك. والشاو بيقول دول فعلا اغبياء. وبرميل التورش ده بيقول تظاهرك بالهدوء حاجة مزعجة جدا خصوصا قبل ما تموت، طول ما انت هادي دايما هتكون عظيم وقوي، انما لو سبت مشاعرك تتحكم فيك فاكيد هتغلط. هو انت عاوز ان انت تنصحني؟ والكل بيتبادل الاراء والنصائح، بلاش تاخد الموضوع على صدرك، انا مش جاي هنا علشان اتكلم، انا جاي هنا علشان اضحكك، وعايز اللي انا بقى اشوف هتكون ايه تعابير وشك اول ما تشوف جسمك وهو بيتدمر. وحتى البنت الحقيرة دي اللي هي بتهتم بأمرك كانت عاوزة اللي هي تحذرك، انما هي كانت غبية جدا، كانت عاوزة اللي هي بعد ما تحذرك حاولت اللي هي تقتلني. هو اللي حصل فيها ما تقلقش، كان صوت عظم ظهرها وهو بيتكسر تحت رجلي جميل جدا، زمانها دلوقتي لسه عايشة بس عايشة ألم كبير جدا ورعب، وده بيخليني مبسوط جدا. انا بحب اللي انا اشوف واحد زيك كان هادي وبعد كده يتعصب وبعد كده عايز اشوف عصبيته دي تقلب لخوف وتوسلات ليا، الا انا ارحمه بس مش هرحمه. ايوه كانت اتعصبت، وساعتها على طول هو بيتحرك والمعلق بيقول استنى انا لسه ما بداتش القتال، وتشي بيقول انا مش فاكر عدد القتلات اللي انا قتلتها الناس في حياتي اللي فاتت، بس انا ما قتلتش قبل كده حد من غير سبب، انما زبالة زيك حتى ما يستاهلش اللي هو يكون عايش وده سببي. وبيهاجم عليه وبيحصل اول ما بيلمسوا بعض انفجار قوي جدا بيحس بيه كل اللي بيتفرجوا، واللي بيتفرجوا بيقولوا اكيد تشاو هو اللي عمل كده بحركة واحدة زمان وخلص كل الموضوع، وان الشاو ده دلوقتي بقى ميت. والتانيين بيقولوا ايوه فعلا ده كويس، لازم اللي هو يموت بسرعة كده. انما بيكون اللي حصل ان الشاو بس رجع لورا شوية، وتشاو بيقول في نفسه ازاي انا ما قتلتوش بضربة واحدة، ده فعلا محرج جدا ليا، انا كده بقيت متعصب، انا هوريك يا غبي. والشاو بيكون واقف وبكل هدوء بينط وبيدوس عليه وبينزل بهجمة قوية على ظهره، وتشاو بيقول هو ازاي بيعمل كده بس انا برضه لسه ما خلصتش، وهو برضه بيقوم وبيعمل هجمة مائية قوية وهما الاتنين بيهاجموا على بعض، انما الشاو هو اللي بيقدر اللي هو يكون اقوى ويضربه. وتشاو بيقول هو ازاي ولد زي ده قدر اللي هو يدمر مهارتي، هو منين جايب القوة دي؟ فتشاو بيقوم ضربه، وبنروح عند يو بيقول شاو ده فعلا رائع، هو قدر اللي هو يستخدم مهارات قوتها اقوى من المستوى الاصفر، بس مش المفروض من جسمه اللي هو يقدر يستحمل مهارة بالقوة دي لان دي مهارة متقدمة جدا، لا هو فعلا بيتدرب على مهارات من مستوى اعلى منه بكتير، هو فعلا ممكن اللي هو يكسب التحدي ده، لا هو هيخسر، هو بس بيتدرب على فنون الجسم، مش هيقدر اللي هو يهزم تشي بسهولة. مش لازم اللي انا اكمل فرجة على القتال ده بعد ما خلاص عرفت نهايته. جين تعال معايا. وملسم بيقول اللي هو جين هو انت بجد متأكد ان شاو هيخسر؟ هو انت شايف حاجة تانية؟ هو باين اللي هو مقوي الزراعة بتاعته بس الزراعة لوحدها مش هتكون كفاية، وقوته دي هتبدأ اللي هي تتنقص طول فترة القتال، وفي الناحية التانية تشو اكيد قوته هتكون اكبر ومش هتنقص بنفس السرعة، فاكيد تشاو هو اللي هيخسر. انت تحليلاتك فعلا كويسة انما انت بعد نظرك قليل جدا، انا لحد دلوقتي مش شايف اي عيوب في الشاو، هو متعلم مهارة قتالية قوية جدا وعارف اللي هو يتعامل مع لدرجة اللي هي شبه مندمجة مع جسمه. سيد جين انت باين اللي انت حاطط على الشاو ده توقعات عالية جدا ما فيش اي حد تقريبا ممكن اللي هو يوصل لها، انت تقييمك سيء جدا، انت لو كنت اتدربت على حرب التنانين التامنة كان بعد نظرك هيزيد شوية، ولو كنت شرفت حرب تنانين الخمسة كان بعد نظرك هيكون احسن، وكان ممكن اللي انت تكون مساعد لقائد
القائد ساعتها. فمدير القصر بيقول سيد جين انت كده اتخطيت كل حدود، ويو بيوقفه بيقول له اسكت، طالما السيد جين هو اللي قال كده يبقى اكيد هو صح، خلينا اللي احنا نشوف شياو ده هيعمل ايه والمفاجآت اللي هيطلعها. وشياو بيهاجم عليه بضربة قوية جدا للتنين، وكل الناس اللي بتتفرج بتقعد تقول اوعى اللي انت تخليه اللي هو يهزمك، لو هزمك فاحنا هنخسر فلوس كتيرة جدا. وتشياو بيكون على الارض وبيقول لا ده قوي جدا، ولو كان الجمهور مش راضي عني فانا كده مش هقدر ان انا اعيش ولا اقعد في القصر ده، لا انا مش هموت موتة تافهة زي دي. وبيقوم وهو متعصب وبيملى المكان كله بالسائل الاخضر بتاعه. والشياو بيقول روحه القتالية دي مقرفة جدا، وبيبدأ اللي هو يتفاداها وبيقول حتى لو هي غريبة كده ومقرفة فانا لازم اللي انا اتفاداها ونتجنبها تماما. وبيقعد اللي هو يتجنب فيها، انت عايز اللي انت تتجنب هجمتي، انا دلوقتي هخليك تطير في السما من غير ما تقدر ترجع على الارض. وهو بينشرها جدا. والشاو بيقول في نفسه ده قدر اللي هو ينشرها لمسافات بعيدة، استحالة اللي انت تقدر تهرب مني، هقعد اعذبك لحد الموت وببطء جدا. وبيهاجم عليه تاني والشاو بيقول لا انا كده عليك. وبيقول في نفسه المهارة بتاعته دي قادر اللي هي تمتص طاقتي الداخلية، اي حد هيقع في مية الوحل بتاعتي فمهما كان مستواه مش هيقدر اللي هو يخرج منها، وانت طبعا استحالة اللي انت تهرب، انت مجرد اصلا زبالة. وبيجي يهاجم عليه، انما على مين ده؟ عمك وعم عيالك شياو. بيولع ايده وبيتحرر وبيقول انت عايز اللي انت تقتلني، ده حاجة مش سهلة خالص، انت بتحلم يا برميل تورشي. وهو بيقول لا الولد ده استخدم النار عشان يدمر الوحل بتاعي، والنار بتزيد وهو بيقول انت عايز اللي انت تشويني، انت بتحلم. وبيبدأ اللي هو يجمع الوحل بتاعه. فشاو بيقول انت شكلك ما اكتفيتش، وبيبدأ اللي هو يعمل هجمة اقوى بكتير وبيستدعي العمقاء، والنار بتهاجم على الوحل. وتشاو بيقدر اللي هو يصد النار باستخدام الوحل بتاعه. والشياو بيقول في نفسه ده قدر اللي هو يصد هجمتي. وهو بيكون واقف بعد ما هدومه وجسمه ولعوا، وبيقول واحد في عالم الليتشين يقدر اللي هو يأذيني كده؟ ازاي ولد زيك يتجرأ اللي هو يسبب لي كل الاصابات دي؟ وكله بيكون عمال بيشجع ومتعصب، وبيقولوا المفروض اللي انت كنت تقتله من بدري، ليه القتال ده مطول كده؟ المفروض ان انت اقوى منه بكتير. وبيكونوا عمالين بيتكلموا من كل حتة، وهو بيقول كله يخرس، مستحيل نخسر قصاد طفل زي ده في عالم اللي تشي. وبيطلع كمية كبيرة جدا من الوحل، واللي بيتفرجوا بيقولوا يلا بسرعة كلها لازم نمشي من هنا، تشاو شكله اتجنن. وبيكون الوحل غطاه من كل حتة، وبيقول انا دلوقتي هقتلك واقعد اعذبك واقطع لك كل اطرافك واستمتع بعذابك. وشياو بيقول انت اللي هتموت على ايدي انا النهارده. وبيطلع هجوم ناري قوي، وبيقول في ناس كتير قوي هترتاح منك لما تموت. وبيعمل هجمة بتقلب لتنين، وبيقول له مش مهم مهما بذلت من مجهود انت هتموت هنا. وشاو بيركز قوة هجمته، بيعمل اقوى حاجة عنده، وهو بيقول الولد ده بيستخدم فنون قتالية فعلا غريبة، وبيستخدم التنين الازرق بتاعه وبيهاجم بيه على الوحل ده. وتشاو بيقول لا انا تشاو اللي في عالم اليانج الذي لا يقهر، لا. والتنين بيهاجم عليه وبيقدر اللي هو يدمره تماما ويوقف هجمته. وتشاو بيكون واقف مكانه بمنتهى الهيبة والعظمة، وعلبة التورشي بتكون اتحرقت تماما ومش باين منها اي ملامح. والناس بتبدأ اللي هي تقول تشاو ده اتحرق واتهزم تماما، وكلهم بيكونوا متعصبين وبيقولوا احنا كده خسرنا فلوس كتير قوي، القصر ما اتفقش معانا على كده، اتفق معانا ان المفروض شاو هو اللي يموت وان تشاو هيكون اقوى منه بكتير. والشاو بيقول فعلا الناس دي مزعجة جدا، بس انا قبل ما استخدم التقنية دي انا كنت متردد ان انا استخدمها، بس لولا اللي انا استخدمتها كان زماني اللي انا ميت. ويون بيكون متوتر وبيقول سيد جين شاو استخدم مهارة فنون قتالية غريبة جدا. فجين بيقول هو استخدم شوية من فنون جين القتالية، شوية حركات منها. قوة شاو ده قاعدة اللي هي تتطور باستمرار بسرعة كبيرة في القتال، واضح ان الزراعة بتاعته اسهل من حرب التنانين اللي أنا بتمرن عليها، ومع ذلك قوته اكبر مني. فجين بيتعصب وبيقول انت فاكر ان الفنون القتالية بتاعته هتكون سهلة؟ لازم تكون عارف ان فن التنانين اللي انت بتتمرن عليه ليه مميزاته اللي ملهاش عدد. شكرا ليك اللي انت فكرتني، انا دلوقتي فعلا فوت وفهمت، انت لولا اللي انت نبهتني على الشاو ده كان زمان اللي دلوقتي في مشكلة كبيرة بسببه. مش مشكلة، الطبيعي اللي انت تكون طماع ناحية القوة والفنون القتالية النادرة، وطبيعي ان الفنون دي تبهرك لان فنه كان فعلا فيه قوة كبيرة. انما مهارة التنانين اللي انت بتتدرب عليها طورت مخصوص عشان يكون ليها فوائد عظيمة.
علشان تكون مهارة كاملة وكويسة جدا، فما ينفعش حتى اللي انت تقارنها بأي مهارة تانية. خلاص تمام، انا هتبع كل تعليماتك من دلوقتي يا جين. ومدير القصر بيقول الناس اللي بره دلوقتي هتبدأ اللي هي تعمل شغب. هعمل ايه؟ اي حد يعمل شغب بيتحرك من مكانه فانا هقتله. قول لكل الحراس اللي هم يجوا ويثبتوا الناس مكانهم، واي حد يتحرك لازم اللي هو يتعاقب. حاضر انا فهمت اوامرك. والشاو بيكون ماشي وبيقول المراهنة هنا خطيرة جدا. كويس ان انا خلاص جمعت اللي كيفيني من العملات وهمشي، مش لازم اللي انا اشارك تاني. الموضوع فعلا خطير وممكن ان انا اموت في اي مرة. فسيد القصر بيكون واقف له وبيقول له تهاني يا سيدي الشاو على الفوز. مفيش لازمة اللي انت تهنيني، اديني بس النقط والاحجار الروحية. اكيد هديهم لك، بس اول صاحب القصر عاوز اللي هو يشوفك. فالشاو بيقول في نفسه واضح اللي هو اتعجب بالفنون اللي انا بستخدمها، لازم دلوقتي لا استغل الموضوع ده على قد ما اقدر. والشاو بيقول له طب استنى لحظة، انا اول عاوزك اللي انت تنقذ يون، دي بنت برميل التورش اللي انا هزمته بره ده كان تقريبا خاطفها. ما تقلقش على الموضوع ده، اكيد هنقدر اللي احنا ننقذها. انما دلوقتي خلينا اللي احنا نروح ونقابل صاحب القصر. تمام. فالشاو اول ما بيوصل صاحب القصر بيقول انا يون صاحب القصر ده، اهلا بك يا شياو، وانا كمان زيك علشان طالب في الاكاديميه. فالشاو بيقول يون انت واحد من الطلاب اللي في اللائحه، انت من الملوك الاربعه. ايوه دي حاجه بسيطه، انت على العموم دلوقتي عايز ال1000 نقطه علشان تقدر اللي انت تخش اكاديميات داخليه وتكون طالب داخلي. ايوه تمام، دي هي النقط والاحجار اللي انت طلبتها. فالشاو بيقول اكيد في حاجه غلط، دي 4 اضعاف اللي انا طلبته. لا مش لازم اللي انت تقلق بموضوع الزياده دي مجرد هديه من القصر. انت برضه بقوتك هتقدر اللي انت تخش اكاديميات داخليه بمنتهى السهوله وتكون طالب داخلي. انما نظام الاكاديميه معقد جدا، بس اللي انت تشيل رمز زي ده وبيطلع له رمز ذهبي هيقدر اللي هو يحل لك مشاكل كتيره جدا وهيوفر عليك معارك كتيره كان ممكن اللي انت تخشها. فالشاو بيقول في نفسه واضح اللي هو دلوقتي عايز اللي هو يوترني، انا خلاص اخدت فايدتي من المشاركه هنا والزياده دي هتفيدني طبعا. والشاو بيقول له شكرا جدا على لطفك، انما انا مش هقدر ان اخد كل الهدايا الزياده دي. انا طبعا عايز اللي هو اتطور بسرعه، بس كل ده هيكون كتير عليا. تمام، انا عايزك اللي انت تشد حيلك في التدريب علشان شايف لك مستقبل باهر. شكرا جدا لك على الهدايا اللي انت اديتها لي، النقط والاحجار اكيد انا استفدت بيهم. فيون بيقول شياو ده مش بس قوي، ده كمان متواضع وذكي. جين ايه رايك نعمل ايه في الولد ده؟ موهبه عميقه جدا وقوه محدش هيقدر اللي هو يتوقعها. حاول على قد ما تقدر اللي انت ما تكونش عدو لي. الموضوع دلوقتي بقى مثير للاهتمام. والشاو بيروح لجبل الآلهة، استغفر الله العظيم يا رب، اللي عند البحيرة، وساعتها بيشوف عاصفة داخلة عليه وبيقول هو ايه ده، وبيطلع على طول قوته علشان يدافع عن نفسه. انما بيلاقي الشيخ هو اللي بيظهر قدامه، والشيخ على طول بيقول لي تعالى دلوقتي وريني انت وصلت للمستوى العاشر من صقل الجسم. انما الشيخ بيتصدم وبيقول له هو ايه ده، لحظة، ايه الجرح اللي على جسمك ده؟ الجرح ده بيطلع نتيجة غضب شديد جدا. مين اللي اتجرأ اللي هو يأذي التلميذ بتاعي؟ كل الناس لازم تكون عارفة ان انت تلميذي. يلا انا ما قتلتش حد بقالي عقود طويلة وما عنديش مانع ان انا اقتل دلوقتي، قول لي هو مين. وبيطلع هالة عملاقة. لا اهدى شوية، ما حصلش حاجة، انا بس كنت بتدرب فاتجرحت الجرح ده. وبيقول في نفسه قوة العجوز دي كبيرة جدا، قوته على الاقل في عالم اليون. وهو على طول بيمسك ايده وبيبدأ اللي هو يعالجها وبيقول له ده هيكون احسن لك. العمل والتدريب الكويسين بيكونوا طبعا مفيدين جدا، انما القوة لازم تيجي بالتدريج واحدة واحدة، ما ينفعش ان انت تستعجل وتأذي نفسك كده في التدريب. انا فهمت. فالعجوز بيقول له طالما انت فهمت دلوقتي تعال عشان اديك ديتك التالتة. انا كل ما باجي علشان اشوفك انت بتبهرني اكتر. وهما الاتنين بينطوا وبيقعدوا على صخرة في نص النهر، والعجوز بيقول له هديتك التالتة هتكون طاقة هتساعدك على الزراعة. انت دلوقتي هتحس ببذور قوة وهي بتخش لجسمك وبتغذي التشي بتاعك، وبيطلع بخار كتير جدا من حواليهم. والشاو بيقول هو ده هيساعدني اصلا في الاختراق. ايوه غمض عينيك، انت خلاص دلوقتي قريب هتخترق للجسم المقدس. والشاو بيغمض عينيه وبيبدأ اللي هو يتأمل وبيقول هي دي بذور قوة فعلا، دي دافية جدا، دي مش بس عمالة بتحسن من صحتي الجسدية، دي كمان عمالة بتعالج اي مسار محطم جوايا لطاقة. والعجوز بيتصدم وبيقول ده سريع جدا. والشاو بيكون بيمتص بسرعة رهيبة وبيقول ده فعلا حلو قوي، دي مش بس فيها طاقة نقية للجسم للمستوى الاصفر، دي كمان فيها من الفنون القتالية للشيخ ده.
والمية اللي حواليهم بتكون عمالة بتتحرك بقوة، وبيكون التنين ظاهر فيها، والعجوز بيتصدم وساعتها بيحصل انفجار في المية، وشياو بيصرخ من الطاقة والمية بتتفجر من حواليهم، وبعد كده كل حاجة بتبدأ اللي هي ترجع لطبيعتها، والعجوز بيكون في حالة صدمة وبيقول انت اخدت نص شهر عشان بس توصل لمنتصف المرحلة الصفراء، انا اكيد ما اخترتش الولد الغلط، انت فعلا قوتك مذهلة جدا يا شياو من اي حد عادي في المستوى الاصفر. شكرا جدا لك يا شيخ على مساعدتك ليا، انا هحاول بكل جهدي اللي انا قريب جدا اوصل للجسم الاصفر. والشيخ بيقعد اللي هو يضحك وبيقول له طالما انت هتتقدم بالسرعة دي فاحنا اكيد هنقدر نكسب في المنافسة بتاعتنا بسهولة كبيرة، ده زائد اللي انا هكافئك بفاكهة هتزود جدا من سرعة الاختراق بتاعك، هي هتكون لذيذة، لو مش لذيذة مش هاكلها، ما تخافش هي لذيذة قوي. طب تمام كده انا هجربها. والشاو بيقول في نفسه طالما هتساعدني اللي اطور جسمي يبقى لازم اللي انا اكلها تحت اي ظرف، وانا اكيد هقدر ساعتها اللي انا اتطور اسرع. والعجوز بيقول له بمواهبك دي اكيد هنكسب المسابقة، خد الكتاب ده دلوقتي فيه مهارة كويسة تقدر اللي هي تساعدك، وافتكر ان انت تتدرب على طول وما توريش لاي حد مهاراتك دي علشان محدش يعرف قوتك. والشاو بيقول له حاضر تمام انا كده فهمت كل كلامك. والعجوز بيقول له طب انا دلوقتي هتحرك، سلام، خلي بالك من نفسك يا سيدي. وبنروح بعد كده عند الأكاديمية في غرفة الاجتماعات، وبيكون في حجر سحري بيطلع كذا بوابة، والعميد بيكون قدامه وبيقول واحد من البوابات أيها العميد في طفرة ظهرت مؤخرا في الأكاديمية وسرعة تطوره ذهلت كل الموجودين لدرجة اللي هي وصلت للعائلة إمبراطورية. أيوة بس أنا برضه عايز أقدم طلب للأكاديمية اللي هم برضه يشوفوا في موضوع زيون عشان برضه قوته كويسة جدا، وعشان كده ودي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو جديد اول ما ينزل اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا، وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي، وكان معاكم ميدو احمد، سلام.